بعض من النرجسية لا يضر. اتعلمنا في السيكولوجي ان كلنا لازم يكون عندنا قدر من النرجسية، والقدر المعتدل من النرجسية ده ضروري جدا لصحتنا النفسية. في اخر الفيديو هقول لكم ليه احنا محتاجينها في علاقاتنا، وان ده حاجة مختلفة تماما عن اضطراب الشخصية النرجسية. اول واحد اتكلم عن الموضوع ده كان اسمه هاينز كوهات، وده مؤسس علم نفس الذات او السيلف سايكولوجي، وقال ان النرجسية الصحية هي اللي بتدفعنا لتحقيق طموحنا واحترام ذاتنا. طب ايه يحصل لو ما عنديش شوية النرجسية اللي تخليني احب نفسي بالقدر المتوازن؟ لو انا ما عنديش القدر المطلوب من حب الذات، مش هقدر اتعرف على الاساءة، مش هقدر ارفضها، هشوف نفسي طرف لا يستحق الاحترام، مش هبقى واثقة من قدراتي لما اتعرض للفشل، هتلاقيني بجلد نفسي باستمرار، ومجرد ما اخطئ هشوف نفسي بلا قيمة، مش هعرف اخد قرار، هيبقى عندي تردد مزمن، لاني دايما هدور على الفاليديشن او الموافقة عند الاخرين، عمري ما هثق في قيمي او بوصلتي الخاصة. عشان كده النرجسية الصحية او حب النفس مهم، ولا يتعارض مع التواضع او العطاء. المهم يكون حبي لذاتي متوازن، عشان الناس ما يستنزفوش طاقتي ولا انا استنزف طاقتهم او استبيح حدودهم.